السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده خليني كده احكي لكم قصة او حكاية يعني من الحكايات اللي حصلت في البورصة. قصة هتحس فيها حاجات كتير بتحصل، وازاي تعرف برضه تستفيد بيها في لو انت مستثمر جديد او حتى مستثمر بقالك فترة، وتعدل ازاي من استراتيجياتك او تغير من اسلوب تفكيرك في بعض الاحيان عشان تقدر تكسب من البورصة، وما تبقاش البورصة دي على طول ستريس عليك او مشكلة انت حاسس ان هي يعني بيردن عليك، حاسس ان هي مشكلة اكتر من ان هي مجال للاستثمار او مجال للشغل يعني. فاللي فاكر بقى منكم او الجديد في البورصه، بس خلينا نحكي على القصه من الاول. يعني في 2005 كانت بدات شويه كده طروحات في مصر زي سيدي كرير واموك، واخر 2005 واول 2006 كان مسار اتصالات. كان عندنا مستثمر كده جميل برضو زي حالة كتير منكم والناس الجديدة اللي أول مرة يسمع عن البورصة، سواء في التلفزيون أو سواء من واحد صاحبه أو سواء من الجروبات. كانش فيه طبعا ساعتها جروبات الإنترنت وجروبات، قصدي فيسبوك والحاجات السوشيال ميديا دي. كانت ساعتها كان في 2005، والكلام ده كان المنتديات أكتر. المنتديات ده كان الناس بتكتب مشاركات وترد على بعض كده، بس ما كانش فيه طبعا لسه الجروبات بتاع الفيسبوك والحاجات دي. كانت الناس تتكلم في البالتوك أو الاي سي كيو وحاجات كده زي غرف دردشة وكده. كانش فيه لسه الجروبات بتاع الفيسبوك والحاجات دي. فالمهم في 2005 كان في شويه طروحات كده وكانت بتكسب، والناس كانت لسه بتجذب انتباه البورصه، يعني الحكومه بتجذب انتباه الناس للبورصه. فكان مستثمر صاحبنا كده جميل برضه سمع عن الموضوع من حد من القرايب والاصدقاء، يعني قال له ده في حاجه اسمها اكتتاب، وتخش وتشتري اسهم بسعر وتخش بعد كده البورصه تكسب وتبيعها بسعر اعلى وما اعرفش ايه. الراجل بتاعنا ده تحمس، كان شاب كده عنده 22 23 سنه، تحمس للموضوع ودخل فعلا اكتتاب اموك، اللي هي اسكندريه الزيوت المعدنيه. وبعد كده الاكتتاب نجح والسعر بقى كويس في السوق، اكتر 30 ولا 25%، وباع واتبسط شويه. وبعد كده نزل اكتتاب المصرية اتصالات، وده كان تم الترويج ليه بقوه شديده في الميديا بقى، في التلفزيون ساعتها والحق والمصرية اتصالات. طبعا الحكومه كانت هتستفيد لانها كانت هتبيع جزء من المصرية اتصالات للناس يعني، فكانت بتحمس الشعب عشان يبدا يشتري. وقال لك بص على كتاب سيدي كرير وبص على كتاب اموك وهتلاقي الناس بتكسب وزي الفل. المهم برضو الناس كتير قوي، حصل زخم كبير على كتاب مصرية اتصالات، تقريبا كان ب 15 جنيه وربع او نص حاجه كده. والمهم الاكتتاب اتغطى كذا مره ونزل السهم السوق، وصاحبنا ده دخل طبعا في كتاب مصرية اتصالات، لم فلوس كتير كده وراح حاططها في الاكتتاب. ساعتها التخصيص ما كانش قوي قوي في مصرية اتصالات، لان كان عدد الاكتتاب المطلوب الاسهم كتير. فالسهم عالي جدا في اول يوم تداول، وصل ل 30 جنيه. فالناس ايه ده يا عم، ده مكسب 100%. وبعد كده السهم فضل ينزل شويه، 27 25 24 23 22. المهم الاكتساب نجح زي ما قلنا، واتخطى كذا مره، والفلوس كانت كتير قوي اللي مردوده للناس. فطبعا كانت اللعبه هنا ازاي يروجوا للبورصه بصفه عامه، ان الناس شافت بقى السهم بيعلى وما اعرفش ايه. طبعا السهم زي مصيدة اتصالات في الوقت ده كان فضل ماسك نفسه في العشرينات شويه، بعد كده طبعا انهار ونزل تحت خالص، وصل لغايه 9 جنيه و10 جنيه بعدها بسنين يعني. وفي ناس بقى طبعا اللي فضل محتفظ خسر، واللي قاعد يقول لك ده انا بعت التاكسي، يقول لك ده انا بعت الشقه وبعت الارض وما اعرفش ايه. المشكله مش في الاكتتاب على قد حاله، لان زي ما قلنا التخصيص ساعتها ما كانش كبير. ولكن الناس لما ترد لها الفلوس بصوا على السوق يومين ثلاثه اربعه، ولقوا ان في اسهم عماله تعلى كل يوم اخضر كل يوم اخضر، والسهم النهارده بخمسه، بكره بسته، بكره بعده بسبعه. فالناس قالت لك ده في يا عم البورصه دي يعني ده ميغا، يعني خش اغرف وعبي زي ما انت عايز. ساعتها كان اشهر بقى الاسهم العربيه، حليجه على عز حديد على نساجون على كرير على اموك على معرفش إيه. الاسهم كانت حرفيا بتعلى في اليوم من 5 ل 6%، وارتفاعات مستمره. ده تقريبا في كان شهر يناير وفبراير 2006. صاحبنا برضو مع الناس دي طبعا، هو داخل المجال، لا هو قرا ولا هو عارف ولا هو اتعلم ولا حاجه، شايف كل يوم يفتح الموقع بتاع البورصه. ساعتها برضو ما كانش فيه بقى الحاجات اللي دلوقتي، الحاجات دي حتى الاوردرات كانت بتتكتب على ورق، وكنت بتمضي على كل ورقه وما اعرفش ايه. وكان الامضاء ساعات اوردرات بالتليفون، لازم تكون برضو عند الاوردرات على بياض لشركه السمسره. المهم الناس لقت الاسهم بتعلى، ومنهم صاحبنا، والدنيا حلوه، والناس خش ابو خمسه يبقى بكره
ب6 وبعده ب7. وهو اصلا لو الناس بصت هيلاقوا مثلا السهم كان زي النساجون وحديد عز وعربيه حديد، دول كانوا مثلا في الايام دي كانوا طالعين بنسب خرافيه 300% و400% و500%، بس الناس فاكره ان الموضوع مكمل على طول. لكن دي طبعا كانت اكبر مصيده للناس الجدد، او زي ما بنقول كان بنسميها بول تراب، اللي هي اكبر مصيده للمشترين حصلت تقريبا في البورصه المصريه على مدار ال20 سنه اللي فاتت، هو مصيده المصرية للاتصالات. دخلت سيوله كبيره جدا للسوق، رفعت اسهم كتير جدا، الناس بدات تحس ان الموضوع مجدي فعلا، دخلوا بقى وكل الفلوس اللي اتردت لهم من الكتاب راحوا مدخلينها بقى، شايلين بقى اسهم تانية كتير، عربيه حليج، على عز، على النيل حليج، على ما اعرفش ايه، على سودك ده يا جماعه كان ب 2 جنيه، يعني اللي فاكر، وهيرمس طبعا كانت كبيره جدا، وراسكوم، وتقريبا كان في موبينيل كمان في 2005 و2006. كان سودك، انا فاكر سودك ده والله العظيم بالظبط كان ب 2 جنيه، طلع لغايه 200 جنيه، بس ما علينا. المهم الناس قعدت تشتري في الاسهم عموما، وهوب يا باشا جه بعد فبراير كده ولا مارس، وراح السع انهيار كامل للاسهم والبورصه بصفه عامه. المؤشر انهار، الاسهم انهارت، نزول اسهم اكتر من 100%، الناس خسرت خسائر مهوله في 2006، مش عشان البورصه نزلت بحد كبير، لكن العامل الاكبر في الموضوع ده كان ان الناس كلها جديده، ما عندهاش اي درايه ولا اي خبره، ولا في بقى الحاجات اللي بتثقف الناس زي دلوقتي. كان لازم عشان تروح تتعلم دي لازم تروح تقعد في شركه سمسره تتعلم بقى وتقرا وتعرف عشان تفهم يعني. والتعليم كان صعب، مش زي دلوقتي الحاجات ماتيريال متاحه كتير على السوشيال ميديا، على اليوتيوب طبعا في ماتيريال بايظه وماتيريال محترمه، ولكن كان على الاقل في ماتيريال انت ممكن بعد كده تنقي وتختار، لكن زمان اصلا ما كانش في حاجه ده يقول لك حاجه يعني. المهم صاحبنا ده دخل يا جماعه بمبلغ بقى كان لمه كده من فلوس بقى ورث مامته، على ما اعرفش ايه، على شويه فلوس كان بايع شقه، على فلوس جوازه بقى اللي هو كان بيتجوز ساعتها اخونا ده، وهوب برضه راح مخبوط بيه خبطه رهيبه، خسر حوالي 70% من راس ماله. ساعتها صاحبنا ده كان في شركه سمسره، وقرر ان هو يغيرها ويروح شركه تانية. انا فاكر عربيه حليج في الوقت ده كان ب 32 جنيه تقريبا، عربيه حليج بعد كده وصل 5 جنيه ولا 4 جنيه حاجه كده يعني. بس فضل نازل بقى تدريجيا، يعني هو اشترى 18 16 15 وهكذا لغايه ما راح في داهيه يعني. المهم ناس كتير قوي خسرت في انهيار 2006، وناس طبعا لكودت، وناس طبعا ده اللي بقول لكم عليه، اللي هو الناس اللي هي شغاله، اللي بقى اللي ما تمش شد رجولها كمان لموضوع المارجن وانت تشتغل بقروض وتسهيلات وكده. الناس اللي كانت شغاله بفلوسها خسرت 70 80% من فلوسها، الناس اللي شغاله بمارجن لا، دول طلعوا بدري لكودوا من بدري، وطلعوا مديونين من البورصه. وبقى الناس اللي هي عندها في الذاكره بتاعتها الحق ده فلوس الحق يا عم اكسلانس، فلوسك خسرت في القطن في البورصه انهار بالظبط. الناس ساعتها والله انا كنت بشوف في شركات السمسره كانت ناس بتصرخ وناس بتعيط وناس بيغمى عليها، لان فعلا الخسائر كانت مهوله. اليوم الواحد كان بيطير منه فعلا 10 ل 15% من فلوسك، اجمالي فلوسك. ناس بقى كانت شقه عمرها في الخليج، على ناس بايعه فعلا اراضي وحاجات، فكان انهيار رهيب جدا في الوقت ده. صاحبنا بقى خد الفلوس اللي باقيه معاه، كان تقريبا داخل بحوالي قرب ال 100,000 جنيه، بقى معاه 18 19,000 جنيه، راح واخدهم ايام 2005 و2006. كانت دي فلوس يعني مش عشوه يعني. المهم خد الفلوس وحطها في شركه تانية كانت بايونيرز على ما اعتقد، وبعد كده ايه بدأ بقى يحضر الجلسات، كان عنده شويه وقت بدأ يحضر الجلسات، وهناك كان في راوند تيبلز كده، كانت زي يعني ترابيزات وعليها شاشه واكتر من شاشه، والناس بتقعد تتابع التنفيذات على تقريبا كانت شاشه مباشر، اكتر واحده مشهوره كانت مباشر وميست ساعتها، انه الناس تتابع البتاع التنفيذات. فكان معاه اكتر من حد بقى عندهم خبره، فبدا بقى يسال فلان وايه الكلام ده، ايه الحاجات دي، وايه التنفيذات دي، ومعناها ايه لما واحد يشتري بالكميه دي، ومعناها ايه الاخبار تاثر ازاي على السهم، والسهم ده اصلا عباره عن ايه، والشركه دي عباره عن ايه، وهل دي شركه بتشتغل في مجال ايه، وايه المتوقع للمجال. الموضوع الحاجات بقى اللي احنا عمالين نتكلم عنها، انك لما تيجي تشتري سهم الشركه لازم تعرف الشركه دي بتعمل ايه وبتسوي ايه وفي قطاع ايه، والقطاع ده هيطلع ولا اي نعم.
احنا بنتكلم كتير ان السوق المصري مش سوق منطقي، ما بيخضعش دايما للحاجات المنطقيه، ولكن انت لازم تعمل بالاسباب، لان فعلا ساعات لما هتجرب انك شغال بان انت تمشي مع الاسباب والتحليل العادي الفاندمنتال العادي وتحلل الاخبار وكده، بغض النظر عن التحليل الفني، لان انا نفسي مش بستخدمه، لان انا مش شورت تيرم ولا حتى مضارب الا في حالات قصيره يعني، او فترات قصيره لما بكون فاضي. ولكن انت دايما بتشتري الاتجاه بتاع السهم مع مستقبل الشركه. المهم صاحبنا ده دخل بايونيرز واتعرف على كام واحد كده، وقعدوا بقى يعلموا شويه، يفهموا شويه اللي بيحصل، اللي بيجرى، السهم ده بيتاثر ازاي، ايه لما خبر حصل مشكله ازاي تشتري، لما يحصل مثلا خبر سلبي فجأة، امتى تشتري، امتى تستنى، امتى تبيع، امتى تعمل. المهم هو اتعلم منهم شوية حاجات، ولكن رغم كل التعليم اللي اتعلمه ده برضه فضل المكسب طبعا، لان البورصة ما فضلتش تنهار على طول طبعا، وقعت لمستويات متدنية جدا، وبعدين بدأت تطلع بقى ايه، تتماسك، كان بدأت تطلع شوية شوية. المهم الفلوس اللي هو طبعا كانت معاه زادت، ولكن بنسبة قليلة جدا. وهنا برضو اجي اقول لكم على معلومه مهمه قوي في السوق المصري بالذات، او حقيقه يعني الناس كلها عارفاها على مدار السنين، ان المكسب الحقيقي في البورصه بغض النظر عن التحليل والكلام ده، المكسب الحقيقي هو من العلاقات، او انك تعرف معلومه من حد ثقه، او تعرف او تكون واثق 100% بقى من تحليلك لاخبار معينه، انك شفت سهم مثلا خد طريق الفلاني، فبتشوف سهم بيتكرر معاه نفس الطريق، فبتقول السهم ده هيمشي كذا. يا جماعه انا شفت الموضوع ده قبل كده مره واثنين وثلاثه، والسهم مشي بنفس التراك. فانت بتبقى عندك درايه او ثقه الى حد كبير في ان السهم ده هيعمل شغل. المهم جت مع صاحبنا ده طبعا من المنتديات بتاعت الانترنت وما اعرفش ايه، بعد قعد يتعلم شويه بقى ليه معارف، واحد كلمه قال له في سهم كانش حد يعرفه تماما في الوقت ده، تقريبا كان في 2006، قال له السهم ده هيعمل مكسب كبير جدا، اشتريه وخليه معاك وما تبيعوش حتى لو صفر داون. السهم ده كان ساعتها 5%، كان سهم اسك للتعدين، كان بينفذ في اليوم كله 200 300 سهم، ما كانش حد يعرف عنه اي حاجه. انا حتى فاكر ان حتى التريدرز اللي كانوا في الشركات ما كانوش يعرفوه اصلا. صاحبنا خد المعلومه، راح للتريدر بتاع بايونيرز قال له عايز اشتري اسك للتعدين. التريدر ده قال له يا ابني السهم ده ما حدش اصلا، مين يا ابني ما حدش بيشتري السهم ده اصلا ولا يعرفه. قال له مالكش دعوه، اشتريه، بس السهم ده معاك كام يا ابني؟ معاك 19000 جنيه، اشتري لي تقريبا 100 سهم. السهم كان تقريبا ب 100 او ب 100 وشويه. اشترى بالاسهم بتاعته كلها، بالفلوس بتاعته كلها اسك للتعدين. السهم دون شويه وطلع شويه وما اعرفش ايه، وكان طبعا زي ما بقول ان السهم كان مجهول تماما، لغايه ما السهم ساعتها، السهم ده اسك للتعدين ده وصل في خلال سنه الى، او اقل كمان، في خلال شهور، الى ما يوازي ال 180 او 170 جنيه السهم. زي ما بقول لكم، لا كان سوري، كان هو السهم كان بحوالي 180 جنيه، وصل لحوالي 1800 جنيه او 1200 1300، بعد كده كمل هو وعمل اكتتاب وتقسيم وما اعرفش ايه، والسهم فضل يعلى في الوقت ده وعلي جدا بعدها، والراجل عوض كل خسارته اللي خسرها وفوقيها مكسب كبير كمان. ولكن في الوقت ده اكتر حاجة استفادها غير المكسب اللي رجاله، ان عرف ان السوق، الموضوع المعلومة فيه هو موضوع مهم جدا جدا. لو اتيحت لك معلومة من حد ثقة فده اقوى حاجة في البورصة، او اقوى حاجة في الاستثمار عموما. وطبعا ساعات ما تبقاش متاحة للجميع، وللأسف تبقى متاحة ساعات لناس معينة عن ناس تانية لأ. ولكن المعلومة في السوق المصري من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن فعلا تشتري وتريح دماغك، وتشتري السهم وتشتري دماغك في نفس الوقت. انت لو عارف ان منفيس للأدوية مثلا في السنين الأخيرة دي او في اخر سنتين هو هيعمل 600 700%، انت تشتريه وتروح، مش ولا هتبص ولا هتعمل اي حاجة. انت عارف كده كده ان السهم طريقه اخضر يعني. دايما جهلك بالمعلومة او جهلك بان السهم ده اوله فين واخره فين هو اللي بيقع فيه ناس كتير في النص ما بين شراء وما بين بيع. انت ممكن تبص على التشارت بتاع سهم اخر سنة تلاقيه، او اخر سنتين تلاقيه عامل مكسب فوق. مثلا لو بصيت في ساندر، تخش على سهم مثلا دولية محاصيل، تلاقيه مثلا عامل مكسب 120% خلال سنة، وانت اشتريته واما كسبت 5% 10%، او اشتريته وخسران. طب انا بخسر ازاي وهو اصلا محصلة السنة مكسب 120%؟ ده عشان التحرك الغلط.
التحرك الغلط بيكون مصدره انك مش فاهم انت اشتريت السهم ده ليه، او مش فاهم انت على الاقل داخل على نقطه ايه وعايز تخرج على نقطه ايه، او انت اصلا مش عندك المعلومه. لان للاسف في ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفه المعلومه، وناس كتير بتبقى عارفه المعلومه او حتى حد بيقولها على الانترنت، بس انت للاسف من كتر ما تعاملت مع ناس مش ثقه بتبقى خايف تصدق المعلومه. الواحد طبعا بعد ما بعد كتير عن المجال وسافر وكده ما بقاش يقدر يوصل لناس كتير من اللي ممكن يبقى عندهم معلومات مؤثرة، ولكن اول واحد بيجتهد برضو في الحصول على المعلومة انت شخصيا من تحليل الاسهم او تحليل الاخبار بتاعة الاسهم. صاحبنا المهم عوض الفلوس بتاعته وعوض الفلوس اللي خسرها، رجع جاب حاجات اللي كان باعها او اتصرف فيها عشان كان مزنوق فيها. وبعد كده بدأ بقى كان في الفترة دي استغلها في التعلم من الناس اللي بيقعد معاهم، والتعلم من بعض الأصدقاء التانيين، وطبعا بالقراية والتجارب والقراية من المصادر المتاحة. وبعد كده بدأ هو شخصيا بعدها بسنتين على تقريبا على 2007 في اولها او في نصها بدأ يكتب هو شخصيا في المنتديات، وبدأ يبقى ليه رؤية تحليلية ويبص على شوية اسهم ويشير للناس على بعض الفرص اللي عملت طفرات سعرية بعد كده، وكان ليها اثر ايجابي جدا في الناس، وكان مشهور جدا في المنتديات ساعتها باسم ساند فلاي. الراجل اللي بكلمكم عنه ده هو انا شخصيا. ديت اول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نكمل الحلقة الثانية من حكايات مستثمر. وفي الحلقة الأولى عرفتوا في الآخر إن الشخص اللي كان خسر معظم فلوسه في البورصة كنت أنا شخصيا. وزي ما قلنا الفضل الكبير يرجع لأحد أصدقاء يعني اتعرفت عليهم أصلا في المجال. وعايز أقول لكم حاجة غريبة جدا. أنا الشخص ده لو يا ريت طبعا لما هو بيشوفني، هو اسمه دكتور أحمد. الشخص ده أنا عمري ما شفته فيزيكالي، يعني عمري ما شفته وش لوش، على طول مكالماتنا كانت في التليفون. وهو شخصية غاية في الاحترام، وأنا بحبه جدا جدا. وزي ما بقول لكم أنا ما شفتوش تقريبا ولا مرة فيس تو فيس، كله عن طريق التليفون أو الإنترنت. وفضلنا سنين نتواصل، بس طبعا الدنيا برضو لهت كل واحد في سكته، وهو دكتور بشري زي كده، وبرضو إيه خد سكة الطب تاني. والدنيا شغلته يعني، ربنا يكرمه أيا في أي مكان هو فيه. بعد بعد الفترة الصعبة اللي الواحد مر بيها، وبعد كده الفلوس رجعت الحمد لله، وبقى معايا كمان مكسب، فالواحد بقلبه بيجمد شوية. كان كمان فترة اتعلمت كتير جدا من الناس اللي كنت بحضر معاهم الجلسات في بايونيرز اللي في وسط البلد، لو حد عارفها، اللي هي كانت في الشارع في مول البستان. والواحد بدأ يبني خبرة أكتر من الناس، والشراء إمتى والبيع إمتى، وإزاي أبص على الشركات زي ما قلنا، إزاي أبص على الأسهم دي تستاهل ولا ما تستاهلش. كان دايما في باشمهندس بيقعد معانا اسمه باشمهندس عصام، كان دايما يقول لي شوف أنت بتشتري إيه، شوف أنت بتشتري السهم ده يستاهل ولا ما يستاهلش. حتى لو هو يستاهل ويقعد فترة اشتريه، وهكذا كده هيفرحك أدام أنت مش مستعجل على الفلوس. عشان كده لازم دايما تكون على دراية بالظبط يعني ايه استثمار، ويعني ايه انت بتحط فلوسك في مجال عالي الخطورة زي البورصة. البورصة مهما كانت فيها مكاسب، ولكنها مجال عالي الخطورة. انت بس مش انت بس يعني انا بشوف ناس كتير جدا بتقول لك ده فايدة الشهادات او فايدة الصناديق قليلة، وان هو ممكن يكسب 20% في السنة، 25% في السنة. انت لو جيت بصيت بنظرة اوسع على البورصة، هتلاقي ان معظم الناس اللي في البورصه اصلا خسرانين، مش اللي هو اصلا مش بيكسب مكسب مرضي، لا ده اصلا خسران. يعني هو اصلا عمال يحارب يا عيني عشان يجيب راس ماله، فما بالك باللي كسبان 20% و22% زي الايام دي ومش راضي. طب انت هتعرف تعمل المكسب ده في وقت اقل؟ نظريا هتعرف. ليه؟ لان انت عمال تبص على اسهم كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه. ده في سهم بيصفر يومين 20% ورا بعض يعمل 40% في يومين. فانت عمال تقول وانا ليه ما بقاش من الناس دي؟ بس هل انت جاي من المستقبل؟ يعني انت بتبص على الاسهم كل يوم تقول يا لو كنت في السهم ده اللي عمل 40% في يومين، ويا بقى لو كنت قابله في السهم اللي عمل 100% في اسبوع، ويا بقى لو كنت قابله في السهم اللي عمل 500% في شهرين. مفيش حد بيعمل كده، ومفيش حد بيحقق المكاسب دي. الناس اللي على المنتديات، والناس اللي خلاص المنتديات خلص، الناس اللي على الجروبات وعلى السوشيال ميديا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، مع احترامي التام ليهم وانا منهم، انا راجل بدي توصيات من
15 سنة واكتر. مفيش حد يا جماعة بيحقق المكاسب بتاعة الاسهم اللي بيقول عليها حتى بالكامل. يعني مثلا انا لما بوصي بسهم، انا شخصيا في عيب رهيب جدا، ان انا ما بعرفش اخرج كويس. يعني انا بدخل السهم في نقطة دايما كويسة، لكن ما بعرفش اخرج كويس، ليه دايما خرجت بدري في تلت المشوار كده، ما بستناش للاخر. ليه؟ لان عارفين زي ما يكون في عقده نفسيه كده، اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي بالظبط. انا ما بدي، انا دام انا كسبان الحمد لله، حتى لو انا كسبان نسبه كويسه بخرج بكميه كبيره من السهم واسيب شويه بالمكسب، او بالمكسب وشويه من راس المال يكمل. يعني مثلا انا شاري سهم مثلا ب 10000 جنيه، ده الراس مالي اللي انا داخل بيه. لو السهم ده جاب لي مكسب 4 5000 جنيه بخرج واسيب 5000 جنيه في نفس السهم، او اسيب لو انا واثق فيه اكتر اسيب 7 8000 جنيه. طب انا واثق منه جدا بسيب برضو جزء، بسيب مثلا اخد الخمسه واسيب العشره، اخد المكسب يعني. طيب الطريقه دي كويسه. وكمان طبعا في اتكلمت في اكتر مره قبل كده ان انت لازم تقسم محفظتك على حسب المخاطر، ودي هنتكلم فيها في فيديو لوحده ان شاء الله. ازاي تقسم اصلا محفظه الاستثمار بتاعتك ما بين مجالات منخفضه الخطوره ومتوسطه الخطوره وعاليه الخطوره. كده نمسك عاليه الخطوره دي اللي هي البورصه، ونبدا نقسم فيها برضو لامان، اللي هي يعني مثلا لو قلنا فئه الف، فئه ب، فئه ج، وكل واحد نسبته قد ايه، وكل واحد تتصرف فيه ازاي. دي ان شاء الله في فيديو لوحده نتكلم فيه على الموضوع ده. ولكن انت بتتصرف الموضوع تقسيم المحفظه ده بيقلل المخاطر جدا. يعني انت صعب قوي تخسر مبلغ كبير، يعني لو الدنيا اتهبدت ممكن تخسر 10 او 15% من محفظتك، ولكن برضو مش بتحقق مكاسب كبيره. ليه؟ لانك انت عندك لو سهم عمل 100% بيبقى 10% او 15% بس من محفظتك، فمش بينطط المحفظه قوي، لكن طبعا بيكسبك. يعني انا مثلا في بريميوم هيلث كير، ومن الحاجات اللي مزعلاني جدا، لان ساعات طبعا الواحد الكلام يعني لما يكتب بوست بيبقى مختلف عن اللي انا اشرح في فيديو او كده. انت لما انا بتكلم بتعرف المعلومه توصل لك اكتر، وتعرف انا قصدي ايه اكتر. لما مثلا وصيت في بريميوم هيلث كير في اوله، انا والله وصيت في بريميوم هيلث كير ده، حتى كان عندي جروب على التليجرام وصيت بيه من 45 قرش و50 قرش، وكانت ناس بتتكلم على اسهم كتير، قلت لهم السهم ده يا جماعه هينفجر، بقاله كتير جدا بيجمع، والسهم وصل يا جماعه القرب ال 2 جنيه. في النص كنت بعلق بقى على السهم تطوراته ايه، وان هو لسه مكمل ولسه ولسه ولسه. المهم ان الناس خدت على وانت دخلت الناس في السهم غلط، انت عملت انت سويت. اصلا التوصيه كانت قديمه جدا من السهم ده. غير ان انا مش متخيل ابدا ان ناس تخش سهم مضاربه زي ده ب 100% من فلوس. واحد كمان يستلف فلوس ويخش فيه، او يبيع حاجه ويخش في سهم. الاقي الواحد يقول لي انا في كلي في السهم ومعيش فلوس اكتتب. لا طبعا يا جماعه، ما حدش بيعمل كده. 100 مره بقول ان الاسهم العاليه الخطوره او المعاليه المخاطر دي 10 15% من اسهمك. انا يا جماعه مثلا بريميوم هيلث كير واخده ب 45 قرش، بعته باين ب 155 و160، لكن ما عملش معايا بروفيت عالي قوي. ليه؟ لانه كان 10% من المحفظه. 15% لما جيت في الاخر بقى ضاربت على انه هيطلع بعد مثلا 150، اشتريت تقريبا بجنيه وربع او جنيه 35، وقلت بقى ده هيكمل 2 جنيه، الجزء ده بشتريه وابيعه، مش الكميه الاساسيه بتاعتي. ولكن السهم طبعا نزل الخبر الاكتتاب، وهو عكس اتجاهه من 170 175 كده وبدا ينزل، فانا خرجت ب 150 وسبت الجزء اللي انا اخش فيه الاكتتاب، اللي هو زي ما بقول 10% من محفظتي. فانت لو تعورت في 10% ما بتبقاش التعويره كبيره، ولو كسبت برضه ما بيبقاش المكسب كبير. ولكن انت تخيل انت بتكسب من الاسهم العاليه الخطوره. طب الاسهم بقى الاقوى اللي عندك في الاستثمار، زي مصر الكيماويات، زي مصر الالومنيوم، زي بنك تنميه الصادرات، زي العربيه زي الدوليه محاصيل، الحاجات اللي هي بتعمل معاك بروفيت انت ضامنه، ما بتنزلش قوي ما بتتهبطش قوي، دي كله في الاخر بيسند بعضه. لان اول قاعده في الاستثمار هي ان لا تخسر، ما تخسرش. مش تخش تقول ده النسبة بتاعت المكسب 5% و10% ولاقيك خسران أصلا. يعني أنت بتتأمر على 5 و10% وأنت أصلا بتخسر. فشيء غريب جدا، أنا عمري ما فهمته. بقالي أهو 20 سنة في المجال، والله العظيم عمري ما فهمت هذا الكونسبت. إن أنت تقول ده مش عارف إيه، ده بيكسب 10%، مش عارف إيه بيكسب 5%. أنت عمال كل ده بتتكلم نظريا إن أنت ممكن تكون كسبت أصلا 10% في سهم قبل كده، ولكن أنت ما تعرفش إن أنت ممكن تخسر 20 30 50% من أسهمك. يعني واحد كان مثلا حاطط 100000 جنيه في بريميوم هيلث كير، داخل بكل محفظته 100000 جنيه، يا عم جابه بالجنيه فواقف عليه معاه 100000 سهم. تخيل السهم نزل بيه لقروش، تخيل يعني المحفظه 60 70% منها طار. مستحيل. يعني دي مش اداره محفظه ابدا. هتيجي تتزنق وتقول اخش ازاي وابيع ايه واعمل ايه.
لا يعني الحاجات دي فعلا حرام عليكم نفسكم، بلاش شغل بالطريقه دي. مهما كسبت هترجع تخسر، وهتخسر اكتر بكتير من اللي انت كسبته. زي ما انا بقول لك، زمان لما دخلت خدت الاسهم اللي بتطلع ليه، انا فاكر الناس كده اللي فاكر الموضوع ميغا، يلا اشتري الاسهم اللي كل السهم اللي كله عمال يطلع ده، اشتريه يمكن هيكمل بيا، هو هيجي عليا انا وينزلني يعني، اشمعنى هينزل بيا انا يعني. فهي دي الطريقه اللي المفروض تاخد بالك منها. لازم اداره كويسه جدا للمحفظه. لو انت مش هتقدر تكسب من السوق اللي تقدر تكسبه من حاجه تانية، خلاص سيبك منه، او قلل جدا تواجدك في السوق، بالذات في الداون ترند. وزي ما قلت قبل كده في فيديو، ان البورصه المصريه بقالها 3 سنين او سنتين ونص او 3 سنين اب ترند صريح. ارجع باي تشارت، افتح اي تشارت على اي برنامج عندك او اي منصه عندك، وشوف السهم اخر 3 سنين، هتلاقي تقريبا 90 95% من اسهم البورصه اب ترند صريح. كل شهر بيعمل اب جديد، والمحصله ممكن في اسهم معديه ال 100%. انت بقالك في السوق 3 سنين وخسران، يبقى في حاجه غلط، صح؟ يبقى انت غلطان، انت بتعمل حاجه غلط. ايه هي الحاجه الغلط؟ انك عمال تتحرك غلط ما بين الويفز الصغيره بتاعه السهم وهو بيصحح. يعني هو السهم اب ترند، بس هو طالع رايح يجيب 50 جنيه بينزل 40 جنيه، بعد كده يطلع يجيب 60 جنيه ينزل 50 جنيه. انت بقى كل مره تاخده ب 50 تبيعه ب 40، تاخده ب 60 تبيعه ب 50، مع ان اصلا السهم صاعد لان انت ما تدخلتش خالص في الموضوع. السهم ياخدك ب 40 جنيه ينزلك في 60 جنيه، لكن انت من استعجالك وتحركك الغلط بتخسر في اب ترند. ودي حاجه في منتهى الخطوره انها تحصل، لان السوق لما هيقلب داون ترند، واكيد هيقلب داون ترند، كل ميجا سايكل بتقلب كل كام سنه، زي الاب ترند هيرجع داون ترند. المكسب في الداون ترند صعب جدا. انا شخصيا بقول لك، كل لما تلاقي السوق قلب داون ترند او سهمك قلب داون ترند عشان اي خبر او اي خبر سلبي او اي حاجه، اخرج من السوق. اخرج، اخرج، حتى لو الخروج ده هيستمر سنين، سنتين 3، اخرج من السوق. ممكن لو انت لقيت نفسك في قدر من الاحترافيه وقدر من الخبره اللي يمكنك ان انت مثلا تختار فرص معينه كده تخش فيها، لان طبعا السوق الفرص دي ما بتنتهيش، وفي فرص حتى في السواد الحالك في فرص، ولكن يكون عندك الخبره انك تعرف تجيب الفرص دي، خش. لكنك تبقى متعامل عادي جدا وعمال تغلط الغلطات البديهيه الساذجه دي وانت اب ترند، ولما السوق يقلب داون ترند فاكر ان هو هيرحمك. مش هيرحمك. السهم كل يوم هيجيب سعر اقل من السعر اللي قبله، فانت كل ما تخرج هتخرج بخساره. نكمل الموضوع بتاعنا. فبعد كده بعد ما الواحد عوض خسارته، فضلت في السوق لغايه 2008 2009. الحمد لله بقى كنت كمان بكتب في كذا منتدى مع ناس كتير معروفه، وكنت بدي توصيات الحمد لله كويسه. ومن تقريبا في 2009 كانت ظهرت هوجه كده، سبوبه زي ما بقول عليها دايما كده، ان كل فتره بيظهر سبوبه ما. كان في الايام اللي هي بتاعت 2007 و8 و9 كده، كان التقسيم، موضوع تقسيم الاسهم. السهم يقول لك انا هقسم من هنا، تلاقي السهم عمل 100 200% من غير اي اسباب، مع ان بدل ما يبقى معايا سهم يبقى معايا خمسه، وهو بدل ما معايا سهم ب5 جنيه هيبقى معايا 5 اسهم بجنيه. يعني فرقت في ايه؟ ما تفهمش. لكن كانت التقسيم ده يقول لك السهم انا هقسم من هنا، تلاقيه طار بلا توقف. كان في سهم اسمه إليكو تقريبا، إليكو موجود دلوقتي في السوق العادي، كان خرج بره المقصوره ودخل شويه وخرج شويه وطلع عنا، هو واي اي سي كانوا مسمين مشهورين قوي. قسموا السهم بيتضاعف. إليكو ده كان عدى ال 100 جنيه، كان 120 جنيه ولا حاجه كده. جي ام سي، في اسهم كتير قوي قسمت، حصل فيها طفرات رهيبه. منتجعات تقريبا قسم، يعني كانت هوجه بصراحه. كابلات كمان كده، كان في كام سهم كده. كابلات ده لما قال لك باين انا هقسم السهم انفجر يعني، طلع باين من عشرينات ولا حاجه ل 70 80 ولا ستينات، كان مكاسب رهيبه يعني. واللي كان يملك معلومه التقسيم دي كان من الناس يعني اللي هو المعدودين في البلد يعني. انا فاكر معلومه الكابلات دي كانت اتسربت كده لكذا حد، ولقينا شراء، والناس اللي دخلت قالت لنا اشتروا، كام حد ثقه كده، وطبعا السهم عمل يعني حوالي 200% في ايام يعني. المهم كانت برضو الموضوع ده انا بحكي معاك ليه؟ بحكي معاك عشان تعرف ان في احيانا فرص بتبقى فرص واضحه، ولكن انت ممكن عشان تاخد بالك منها لازم يكون عندك قدر من الوعي او الخبره اللي انت خدتها من السوق. فانت كل لما تبقى في السوق ما بتستفدش حاجه، دي مشكله كبيره. لازم كل فتره تعدي عليك في السوق بتخسر وبتكسب، لازم تتعلم حاجه جديده ومهاره جديده، وازاي تبص على القوائم الماليه بتاعت الشركات، وازاي تقدر تقراها. ما بتعرفش تقرا اتعلم، ما بتعرفش تعلم اسال، هتستفيد حاجه، وهتعرف تعرف انت بعد كده تصطاد الفرص. كان في مره جم
طلعوا باين قرار ان انت لازم الاسهم تبقى ليها في التداول الحر في السوق بدل 10%، بدل 5% 10%. معرفش دلوقتي وصلت 20% ولا وصلت كام، بس كان لازم ما تقلش عن 5%، لازم تكتر عن 5% وتوصل تقريبا 10%. ففي اسهم كتير قوي وسموها ساعتها فترة توفيق الأوضاع، توفيق أوضاع بعض الشركات عشان تعدل من نسب الملكية بتاعتها. وفي ناس طبعا ساعتها طلبت تقسيم الأسهم عشان تزود السيولة بتاعتها، لأن كان تداولها ضعيف قوي وتنفيذها ضعيف يوميا. وفي أسهم تانية قالت لك لا خلاص أنا هطرح بس، يعني إيه، هبدأ أنزل أجزاء من السهم في السوق من غير تقسيم ولا حاجة. من الأسهم اللي كانت شغالة جدا سهم العقارية بنوك. العقارية بنوك ده اللي هو بعد كده غير اسمه بقى كوبر دلوقتي، اللي هو بقروش ده. كان السهم ده جبار يا جماعه، تقريبا عمل برضو من 30 40 جنيه، عدى ال 120 و130 جنيه. كان ساعتها كمان الوطنيه النقابات على الغربيه، على الشرقيه، على كل اسهم المحافظات دي كلها كانت عامله شغل نار. كان 2009 دي مكاسب فعلا، يعني اللي ما كسبش في 2009 دي 20 30 40 يعني لا 20 30 40 ايه، اللي ما كسبش مثلا 200 300% يعني يعتبر ما جاش. دي في 2009 كان الاسهم دي بتطلع الشاشه بالهبل، يعني يعني السهم فعلا بيطلع يعمل 100% في اسبوع. فدايما في فرص، دايما ركز عليها، دايما ركز على الاخبار. طبعا انا نطيت في الحوار بتاعي ده ازمه 2008، ازمه الرهن العقاري اللي حصلت في امريكا وانهيار معظم البورصات والاسواق في امريكا وطبعا في العالم كله. انا الحمد لله ما حضرتش الانهيار ده، ما اثرش عليا خالص، مع اني ساعتها لغايه ساعتها كنت جوه السوق، ولكن الحمد لله انا فدت منه لسبب ان انا كنت بتجوز ساعتها. فانا طبعا عشان قرصه 2006 زي ما بقول لكم لازم تستفيد من كل تجربه بتعدي بيها. قرصه 2006 انا في 2008 لقيت نفسي عشان حوارات الجواز والشغل بتاعي وما اعرفش ايه، ممكن ما اقدرش اركز في السوق لمده شهرين. وساعتها كان السوق برضو بدا يظهر عليه علامات ضعف كده، والاخبار من امريكا جايه ان في مصيبه طالعه وافلاس مش عارف ايه، وبنوك وشركات رهن عقاري كبيره وما اعرفش ايه. قلت بس لا، انا هخرج من السوق، سيلت كل المحفظه بتاعتي، ولما ارجع يا عم الباشا ابقى اشوف ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال وايه، وادخل ايه في الفرص الموجوده. لان دايما يا جماعه الفرص في السوق ما بتخلص، حتى زي ما قلنا، حتى لو السهم، لو السوق داون ترند وايام الثوره وما بعد الثوره في اسهم. يعني عندك بيلتون بيلتون ده يا جماعه كان ب 2 جنيه طلع عمل ده قبل ال 2 جنيه كمان، ده بيلتون ده كان ب 20 جنيه، وطلع قسم على 5 ونزل بقى ب 2 جنيه، من 2 جنيه طلع عمل 25 جنيه، والسهم اتوقف تقريبا شهر ولا شهرين عشان تلاعب وما اعرفش ايه. فبيلتون ده اللي انت شايفه دلوقتي ده بيطلع والناس بتوصي عليه ب 2 جنيه، وكان ب 2 جنيه وراح دلوقتي قرب ال 4 جنيه. على فكره بيلتون ده من 10 سنين مثلا او اقل شويه، يعني يعتبر مثلا ايه 50 ضعف ثمنه حاجه كده. يعني كان بتراب الفلوس. وفي اسهم كتير جدا كده، يعني برضو يعني عز ده كان وصل 5 جنيه، طلع عدى ال 100 وشويه و140 و150. فدايما يا جماعه في فرص، بس انت ما تضيقش السكوب بتاعك انك عايز تشتري النهارده وتكسب بكره وتكسب بعد وتكسب بعد اسبوع. لا، المهم تختار السهم صح، وتختار الاسباب، تعمل بالاسباب، يعني عشان السهم لو طلع ان شاء الله يبقى انت كده مرضي شخصيا، ومرضي حتى بالدراسه اللي انت عملتها وان السهم طالع. فعدى الحمد لله 2007 و2008 عدت على خير الحمد لله، والسهم والسوق طبعا اتدمر في 2008 لغايه ما في 2009 رجعت موضوع توفيق اوضاع الشركات وكده، عملت انتعاشه كبيره في السوق وانتعاشه كبيره في الاسهم دي، والدنيا اتحسنت كتير في 2009، وكان في مكاسب كويسه خاصه في شهر رمضان 2009 ده. انا فاكر ان الشهر ده كان شهر خير كتير، يعني ساعتها حتى كان انا عندي ازمه في شويه في الازمه ماليه شويه يعني اسريا كده، والحمد لله ربنا كرمني جدا في السوق في 2009 دي، وربنا فتحها عليا يعني الحمد لله والشكر لله. يعني بعد كده بقى الواحد دخل بقى في 2010 دي كانت نقطة تحول بالنسبة لي أنا شخصيا، لأن ساعتها كان لازم أختار ما بين ان انا اكمل كدكتور وان انا اشتغل في البورصه. جالي اكتر من عرض من اكتر من شركه، زي ما قلت لكم كنت بكتب في منتديات، جالي اكتر من عرض من اكتر من شركه. كانت شركه مباشر لسه بتفتح، كان كلمني حد منها ان انا اشتغل تريدر ومدير محافظ، وانا فعلا في فتره كنت بدير كام محفظه كده لكام واحد معرفه يعني. ولكن ساعتها جالي تخصصي في الطب ان انا اروح معهد ناصر واشتغل كطبيب اورام. وطبعا اللي عارف
معهد ناصر في القاهره، وعارف تخصص الاورام كمان تخصص دقيق شويه، فكان مش هقدر ابدا اشتغل شغلانتين، لان انا وانا شغال في البورصه لغايه الالفينات دي انا كنت فعلا فول تايم. انا كنت بفضل اتابع الجلسه واتابع التنفيذات، وبعد الجلسه اقفل واقعد اذاكر الاسهم، واقعد عشان ابدا ادي توصيات، وابدا حتى انا شخصيا والمحافظ اللي انا بديرها ابدا اشوف انا هشتري ايه وابيع ايه، لان ساعتها كان في اداره شغل او طريقه شغل مختلفه، ان انا بتحرك في جزء كبير من المحافظ دي يوميا ما بين التريدات القصيره او حتى الزيرو. فكانت الوقت ده كنت مركز اكتر في البورصه، لغايه ما جه في 2010 كان لازم اختار ما بين ان انا اكمل ان انا اطلع ابقى دكتور، ولا اكمل اطلع ابقى تريدر وبتاع ده ومدير محافظ، وابقى دي حياتي ولا دي حياتي. وعملت صلاة استخارة واستخارت أسرتي وزوجتي يعني ساعتها في الوقت ده، والقرار كان إن أنا أكمل في الطب. فسبت البورصة كتير قوي، بعدت كتير كتير يعني، خرجت بقى بمعظم رأس مالي منه، وخلصت بقى ظبطت نفسي بقى يعني حتى مكانيا كده هسكن فين وهعمل ايه عشان ابدا في الكارير الطب يعني. والحمد لله ربنا كرمني في موضوع الطب ده يعني، الحمد لله خدت ماجستير بطنه وماجستير علاج اورام، وكنت هخلص الزماله بس حصل ظروف كده وما كملتهاش. وبعد كده سافرت. الحاجات دي برضو فيها احداث كتير برضو هحكيها لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، وبرضو الاستفادات، ودايما هيبقى في دروس مستفاده في نص الحلقه ان شاء الله. المهم ان انا بعدت عن البورصه تماما، وطبعا الحمد لله البعد ده جه ان ربنا برضو نجاني من الثوره واحداث الثوره اللي حصلت في 2011، والانهيار التام برضو اللي حصل في السوق فضل مستمر سنين، وتقريبا انا ما رجعتش للسوق غير في 2013 او 2014. الفتره دي كلها كنت بعيد تماما عن السوق، بس كنت مركز في موضوع الطب والمذاكره بتاعتي والدراسات بتاعتي، لغايه ما تقريبا انا خلصت في 2014 2015. كنت رجعت بسيط في 2013 ورجعت تاني للسوق في 2015. ان شاء الله برضو الحلقه الجايه اقول لكم بقى اللي حصل من 2015 لغايه دلوقتي، برضو الدروس المستفاده من الرحله كانت عامله ازاي، والاحداث اللي بتحصل وازاي تستفيد منها، وازاي تطلع منها بفايده ليك. وكمان لو تقدر تفيد الناس، اللي يقدر يفيد الناس دايما يقدر يعني اللي يقدر يفيد الناس حتى لو بيدلهم على حد يفيدهم دي حاجه كويسه، بغض النظر طبعا عن موضوع السوشيال ميديا اللي بدأ دلوقتي ان كل واحد يخش انونيمس ويكتب لك سهم الفلاني هيطير والسهم العلاني هيطير. وانا دايما يا جماعه ما بجيبش العيب على الناس دي، العيب على اللي بيصدقهم، العيب على اللي بيصدقهم، العيب على اللي بيمشي وراه من غير ما يعرف رجله هتدوس فين. دايما كان في نصيحه برضو استثماريه لوارن بافيت، يعني من الناس من اغنى اغنياء العالم، بيقول لك لا تختبر القاع بتلك قدميك. يعني انت عايز تشوف الميه دي ضحله لحد قد ايه، اوعى حطيت رجل كويس يبقى انت بتفهم عايز تشوف الميه ضحله لغايه قد ايه، بس اوعى تحط رجليك الاثنين لانك هتغرق. سلام واشوفكم الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعليقاتكم جميلة قوي بصراحة على الحلقتين اللي فاتوا، وكلامكم جميل جدا. ربنا يا رب يكرمكم دايما ويوفقكم لكل خير. ويا رب دايما البورصة والاستثمار عموما يكون سبب دايما في انكم تبقوا احسن، وانكم تبقوا مصدر دخل ليكم في الايام او الظروف الصعبة اللي احنا فيها. النهارده بقى مع الجزء الاخير او الحلقه الثالثه من حكايات مستثمر في البورصه المصريه. النهارده بقى نكمل بقى من 2015. انا قلت لكم ان انا كنت بعدت شويتين ورجعت على 2013 على خفيف كده. بقيت بقى يعني ايه، الواحد بيركز في السوق بحيث ان هو يلاقي فرصه او اتنين على الاقل كل شهرين 3 6 شهور ممكن يعمل بيها بروفيت، المعدل الربح بتاعه عالي ومخاطر قليله. الاكتتابات طبعا في الوقت ده كانت قليله جدا، وكل شويه كنا نسمع عن اكتتاب وفي الاخر ما يكملش. انا والله ما فاكر اصلا الاكتتابات اللي تمت في الايام دي كانت ايه. كانت قليله جدا بصراحه الاكتتابات، بعكس يعني الوقت زمان كان كل اكتتاب كده يبقى ليه هيبه كده ونازله. لكن بعد كده الاكتتابات الناس اتعقدت اصلا بعد مصادر الاتصالات، ولسه العقده تقريبا موجوده لغايه دلوقتي. حتى بعد نزول بعض الاسهم الكويسه زي فوري في الاونه الاخيره يعني، وزي بي انفستمنت، وفي زي اي فاينانس، يعني كانت كتابات مش وحشه. بس هو طبعا مصرف المتحد كتاب زي الزفت هو اخر حاجه، ولسه بقى كتاب بنيان اللي شغال دلوقتي ربنا يتممه على خير يعني. المهم
دايما زي ما بقول في فرص في السوق حتى لو السوق ضلمه، ولكن الشغل اللي في الاب ترند اسهل كتير جدا من الشغل في الداون ترند. عشان كده الناس اللي بتخسر في الاب ترند يعني موضوع صعب جدا جدا انك تكسب في الداون ترند. انت ممكن تكسب طبعا، لان زي ما بقول لكم الفرص ما بتخلصش، ممكن ربنا يوفقك في فرصه كويسه، ولكن الشغل نفسه صعب. لو فضلت تشتغل اللي هو اخد سهم من عند فلان على سهم من عند علان، وبرضه ولا بتقرا ولا بتعرف انت شغال ايه وبتشتري ايه وبتبيع ليه، يبقى هتخسر لا محاله، والخساره تضربك ضربه قد لا تقوم منها مره اخرى. عشان كده لازم يكون كل يوم بيعدي عليك كل قرش بتخسره في البورصه هو تمن كورس انت رحت خدته بفلوس عند حد. يعني انت هو طبعا قليل قوي اللي بيدي كورسات في البورصه كلام يستاهل السمع يعني، ولكن انت لو انت في ناس بتدي كورسات محترمه، وانا ما اعرفش حد في الوقت الحالي بصراحه او بيحاول يفهمك وعايز فلوس، ادفع فلوس واسمع الكلام. ايه المشكله لما تدفع يا عم 2000 جنيه 3000 جنيه؟ اوعى تجري ورا توصيه. اللي بيديك توصيه دلوقتي ممكن بكره ما تلاقيهوش، ممكن بكره يا عم ممكن بكره يختفي، يحصل له ظروف اسريه ويمشي، حتى لو هو راجل كويس وراجل محترم. هو الراجل الكويس والمحترم ده يا جماعه لو هو ضامن المكسب 100% يروح يبيع كليته ويشتري السهم اللي هو واثق فيه 100%. دي ولو ما عملش كده يبقى غلطان اصلا. لكن هو فاكر ان الموضوع يعني كل ما الواحد، انا اسف، كل ما الواحد بقى غشيم كل ما ثقته في التوصيه تزيد. قال لك سهم الفلاني يشتري يا باشا و100% خلال شهر و200% و400%. طب ما يا باشا ما تروح تبيع يعني كل ما تملك وخش في هذا السهم العظيم، وبعد كده بعد ال 300% ده يبقى معاك 3 4 5 اضعاف فلوسك. خلاص سيبك من المجال ده وجع الاعصاب يا عم، وروح بقى روق على حالك. انت ليه شقيان وليه بتشتغل يعني؟ يعني انا مثلا لو انا بادئ في البورصه يا عم بمليون جنيه، بما اني راجل بوصي وراجل محترم يعني ومعايا فلوس وزي وراجل كباره يعني، المليون جنيه ده لو انا عمال اوصي على مجال على خلال السنه على السهم الفلاني اللي عمل 100%، والسهم الاعلاني اللي عمل 400%، والسهم التاني اللي عمل 700%، طب ما انا اخر السنه المليون جنيه دول هيبقوا 20 مليون جنيه. طب انا ليه ربنا، انا ليه رامي نفسي على المر؟ ليه ما خلاص اصفي يا باشا، وادي المليون جنيه اللي كنت شغال بيه في اول السنه اللي هو يعتبر ما فيش حاجه يعني، ادي 2 مليون جنيه يا عم اشتغل بيهم ويضيعوا وقت ما يضيعوا ويروحوا وقت ما يروحوا، واخد الباقي وابعد اصلا عن المجال ده واروح بقى اشتري فيلتي وعربيتي واصرف الفلوس واتبسط. ولا انا غاوي تعب اعصاب وغاوي شتيمه الناس تخش تشتمني في البوست في الكومنتات. المهم انا على القناه انا كان في كورس انا كنت بديه كنت عامل جروب على التليجرام، وكان الجروب ده بايد. انا كنت انا مقتنع تماما ان عشان تاخد معلومه وتتعلم في دماغك وتفهمها صح لازم تدفع ثمنها. وبعد كده عدى 2 أو 3 على الكورس ده، فانا حطيته دلوقتي هتلاقوه في محاضره ساعتين ومحاضره 3 ساعات. مش محاضره بمعنى محاضره، ولكن هي شرح وهي دردشه كده ازاي تبص على الاسهم، وازاي تبص على القوائم الماليه، وازاي تختار الاسهم، ويعني ايه مضاعف ربحيه، ويعني ايه ما اعرفش ايه، حاجات كتير كده هتلاقوها في حلقتين في مبادئ اساسيات الاستثمار في سوق المال، جزء اول وجزء تاني. معلش فيها شويه ملل كده لاني قعدت كتير قوي عايز اشيل منهم الرغي او الحشو وما قدرتش، فقلت خلاص انا هحطهم زي ما هم بقى، واللي عايز يستعلم او عايز يستفيد يتعب شويه. لما تلاقي رغي اقدم يعني. وحتى هتلاقوا ساعتها توصيات في الاسهم دي، كنت حاجه اسمها عاملها المحفظه الذهبيه، اسهم من 2 او 2.5 سنين كانت يعني اوعى يعني. كانت بقى موبكو لما كان ب 200 جنيه وبقى راح 500 و600، وبعدين كان قسم وراح 800 جنيه كمان وقسم. وكان فيها ابو قير ايام ما كان ب 19 جنيه و17 جنيه. وكان فيها كمان منفيس ايام ما كان ب 50 جنيه. طبعا كان منفيس قسم مش قسم سيم عمل اكتتاب ونزل سعره وطلع تاني. وكان في اسهم طبعا باسعار يعني بعيد جدا. الواحد طبعا بقى دخل وخرج 100 مره في الاسهم دي وايه ولغايه دلوقتي يعني. المهم فعندكم محاضرتين كاملين على تعليم اساسيات الاستثمار. انا كمان اللي هيخش على الحلقتين دول او على الفيديوهين دول ولا عنده اسئله يكتبها، وانا ان شاء الله هرد عليه. برضو هتلاحظوا يا جماعه ان انا في اكتر الاحيان لما حد منكم من الاخوه الافاضل بيسالني على سهم وانا ما بردش، يبقى السهم ده انا مش متابعه، انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني مثلا لقيت مثلا واحد سالني ما اعرفش القبضه الكويتيه، المطورون العرب، الكريست مارك بقى.
في اسهم يا جماعه انا ما بصيتش عليها بقالي كتير، انا مطور العرب ده ولا اعرف والله بيشتغل في ايه ولا بيعمل ايه. فانا لازم عشان اديك رايي ده لازم اخش اشوف السهم وهيكل الملكيه بتاعه والنهج الاعمال بتاعته وبيوزع فلوس ولا لا، والقوائم الماليه بتاعته اخر 3 4 سنين ومقبل على ايه، وهل يستاهل سعره ولا لا، وضعف الربحيه بتاعه كام. فالحاجات دي عشان مساهم واحد ممكن تاخد مني نص يوم، السهم الواحد ممكن ياخد نص يوم عشان اخد قرار ان انا هشتري في السهم ده وان انا هستثمر فيه وان انا هدفع فيه فلوس. يا جماعه دي فلوسكم، الفلوس دي انت جايبها يا عم، ده انت وارثها ما عملتش فيها اي مجهود، دي فلوسك برضو اللي انت برضو هتصرف منها على نفسك وعلى بيتك وعلى اولادك وهتعمل مشروع لحياتك. ففلوسك دي حتى لو جالك بالساهل اوعى تضيعها بالساهل. يعني انا والله العظيم في ناس بتسال اسئله بائسه، اسئله بائسه، يعني والله العظيم بيصعبوا عليا جدا. واحد داخل سهم يقول لي يعني ايه اكتتاب، يعني ايه اكتتاب، يعني ايه اكتتاب مرحله تانية، وانا اشتريت السهم النهارده ما ينفعش ابيعه النهارده. يعني اسئله مش ممكن. انت ازاي اشتريته ازاي؟ طيب يعني انت وصلت للنقطه دي ازاي من غير ما تعرف بقيه الليله عامله ازاي، او انت هتعمل ايه وتسوي ايه وافرق، ما اعرفش والله. انا فعلا والله العظيم في اسئله فعلا الناس فعلا بتصعب عليا. ما علينا. المهم كملت الدنيا، وبعد كده 2015 الواحد رجع شويه على خفيف، بعد من 2013 رجعت 2015 على خفيف، 2016 و17 برضو الدنيا كانت ماشيه. بعد كده حصل برضو شويه ظروف عائليه كده، وسافرت سفريه بسيطه كده ورجعت تاني، وكان ربنا رزقني بابني الوحيد موسى. واللي بيسمع الفيديو يا ريت يدعي له دايما بالشفاء والصحه وربنا يحفظه. وبعد كده رجعت بقى على خفيف تاني 2018 19 السوق كان اتحسن شويه. بعد كده سافرت بره، سافرت السعوديه عشان شغلي، وفضلت في السعوديه وفضلت حتى في السوق السعودي شويه والسوق المصري شويه. وجيت على كورونا طبعا الدنيا ضيقت شويه. بعد كده رحت مجال تاني خالص زي مجال العملات الرقميه والبيتكوين. هو طبعا مجال اخطر بقى بكتير من البورصه لانه شغال 7 ايام 24 ساعه، وللاسف معدلات المكسب والخساره فيه كبيره جدا. هتسمع برضو عن اساطير البيتكوين كان بسنتات، بعد كده راح بقى ب 20,000، بعد كده رجع بقى ب 3000، بعد كده دلوقتي معدي ال 100,000. فالناس برضو عملت منه فلوس كويسه، بس في ناس طبعا خسرت خسارات كبيره. غير ان في بلاد اصلا مش مقننه التعامل في العملات المشفره والبيتكوين، منها مصر. يعني لسه قاري خبر من كام يوم بيقول لك ضبط رجل بالشرقيه لتجارته في العملات الرقميه. مش عارف مسكوه ازاي ده، يعني ما العملات الرقميه دي يا جماعه اصلا ابلكيشن على الموبايل، ايه ما افرض انا مسطب الابلكيشن يقبضوا عليا يعني. انا ما فهمتش الخبر بصراحه، ولكن ممكن يكون مثلا كان بقى بياخد فلوس من الناس ويشغلهم بقى، والله اعلم بيعمل ايه. ولكن هو مجال كويس، وبرضه لو عايزين حلقات عنه اشرح لكم في حلقه له انا شارح فيها البيتكوين هنا على القناه والدنيا ماشيه ازاي فيها. ولكن هو مجال طبعا في غايه الخطوره. الحاجه الثانيه اللي بعد العملات الرقميه كنت انا برضه الفوركس، كنت اشتغلت فوركس شويه بس ما فهمتوش وما حبيتوش، وبرضه من المجالات اللي عايزه متابعه عن كثب، يعني لازم تبقى صاحي وكل يوم، وكانه مضاربه طبعا وشموع يابانيه والحاجات دي. وانا بصراحه من الناس التي لا تشتغل ابدا بالتحليل الفني، مع احترامي الناس شغاله فيه واساتذه فيه وبيشتغلوا مضاربات فيه، لكن انا اصلا لما اجي اصنف نفسي من المستثمرين في السوق انا بصنف نفسي كمستثمر ولست مضارب. ولو حتى بضارب اللي هو مضاربه اليوم والاثنين والثلاثه والاسبوع والاسبوعين، ما عنديش مشكله. ولو حتى هضارب اليوم بيوم وبضارب في الاسهم اللي انا عندي منها متساوي، عشان لو حتى ما فيهاش الاسهم دي زيرو، انا بشتري وابيع في اسهم معينه في ايام معينه. يعني مثلا ايام خبر سلبي، ايام هبدا للسوق، بروح داخل مشتري في الاسهم اللي انا عندي منها. ودايما عندي جزء سيوله لا يستغنى عنه في المحفظه، ده ممكن جزء منه سيوله دائمه لا تتغير الا لو هسند سهم او حاجه، وسيوله للمضاربه. يعني مثلا يوم زي ما حصل الاحداث بتاعه مش عارف الجمارك، يوم زي حرب غزه، ربنا ينصرهم وينصرهم دايما. الدنيا تتهبد، استنى اشوف الهبده دي وصل لغايه فين واشتري، وحتى لو الدنيا ردت في نفس اليوم ابيع، ردت في تاني يوم ابيع، ردت بعدها بيومين ابيع. يعني دي فلوس السيوله للمضاربه، برضو قلنا هنتكلم فيها في حلقة المحفظة. وبعد كده الدنيا برضو مشيت تاني ايام كورونا، برضو الدنيا كانت برضو هادية خالص، ما فيهاش برضو حاجة ذات أهمية. بقى في 22 و23 بدأت أرجع بقى للسوق، بدأت يبقى عندي وقت فراغ كويس. عملت جروب للاستثمار اسمه جروب الحكيم الاقتصادي على التليجرام للاستثمار في السوق المصري والسوق السعودي. وأنا بصراحة ساعتها كان عندي نظرة
للاسف ما صابتش ان انا كنت شايف ان احنا في اب ترند في السوق المصري والسوق السعودي، واصلا كل اسواق العالم اب ترند من الوقت ده تقريبا. ولكن السوق السعودي خيب امالي بدرجه كبيره جدا. كان اكتتابات كتيره جدا، رؤيه 2030 سمعت اكتر من حد بيتكلم عنها، وقلت ان السوق هينتعش ويستغل طبعا انتعاش الاسواق العالميه، ولكن السوق السعودي اداء سيء جدا جدا من 2022. وقد يكون كل ده تجميع لطلعه الله اعلم هتبقى امتى، ولكن السوق وحش جدا. الاكتتابات معظمها فشل ذريع، الاسهم معظمها نزل تحت سعر الاكتتاب، وفي منهم نزل تحت سعر الاكتتاب بمراحل. يعني عندكم مثلا سهم زي ستيف جاليري ده كان ب 11 ونص، دلوقتي ب7. في اسهم كتير قوي نزلت، من الامار مثلا بتاع دومينوس بيتزا ودانكن دونتس برضو كان باين ب 80 بقى بحاجه و50. اللومي كان ب 80 بقى بحاجه و50. الاسهم معظمها داون ترند. ارامكو اللي كان طول عمره ب 38 و36 دي وصل 24. سابك اللي كان 80 و90 وصل 55. فكل الاسهم مضروبه بالجزمه في السوق السعودي بصراحه. انا حاولت اعافر فيه شويه، ولكن لما لقيته داون ترند سحبت خلاص توصياتي وقلت للناس الاكتفاء بالاكتتابات بس، والاكتتابات مش كلها كمان، لان الاكتتابات ده في اكتتابات يا جماعه في السوق السعودي اول يوم تداول السهم بينزل عن سعر الطرح، ودي حاجه غريبه جدا. يعني تلاقي سعر، يعني سهم، يعني دي بقى بعد العلم بقى والاعلام والتعلم وتيجي تقول ده انا بقيت جهبذ. طب اخش يا عم، انا اهو بقيت راجل بفكر واشتغل بالاسباب. فاجي على سهم هيتم طرحه في السوق السعودي، فيلاقي يقول لك سهم مثلا تم تغطيه شريحه المؤسسات بتاعته 65 مره. ياه، يعني 65 ضعف التغطيه بتاعته. اما اخش بقى في شريحه الافراد، اكيد السهم يعني هيبقى كويس. لا، كتبت شريحه الافراد غطى مره ونص. ماشي يا عم، يبقى المؤسسات مش مسموح لها تخش موضوع الافراد، والدنيا فيها حوكمه ورقابه جيده. طب يا جماعه ال 65 ضعف اللي كانوا عايزينه في المؤسسات ده، لما الافراد الغلابه خدوا كام سهم في التخصيص بتاعهم او الشريحه بتاعتهم، المفروض اول ما السهم يطرح للتداول في السوق يحصل هجوم بقى من الناس اللي هم المؤسسات دول، ياخدوا بقى اسهم الافراد. صح؟ صح انت صح، تفكير منطقي اهو. لا، السهم نزل. كان سهم اسمه الخدمات الطبيه والتخصصات الطبيه، لسه نازل من اسبوع ولا 10 ايام. السهم سعر الطرح بتاعه 25 جنيه، نزل في يومين 22 جنيه. طب يا جماعه، طب والناس اللي كانت بتموت بعض عليه 25 ده، ما هو ده ب 24 و23 و22. اخش اشتري بقى يا عم وطلع السهم وروق على حالك كده. الله اعلم. يعني طبعا بقى لو جيت بافكار تانية تقول ده بيضغطوا على الافراد عشان يلموا منهم الاسهم باسعار متدنيه، وانا هاخد السهم ب 22 وهضغط عليه. يا عم، ما هو اللي بيطلع ما بيبقى في اسهم يا جماعه. يبقى في قنبله مضروبه في وسط البلد وتلاقي السهم مصفر، فهو لو عايز يصفره هيصفره. يعني ما هوش شغلانه. هو اصلا مش طلعت مصطفى ولا اعمار ولا هو سابك ولا هو ارامكو اللي هو عايز مليارات عشان تصفر السهم. يبقى اسهم ملهاش لازمه. ده كل المطروح 6 مليون سهم، يعني اللي هو في 20 جنيه 120 مليون، ب 20 ريال 120 مليون ريال. ده انا ممكن 2 3 من الناس اللي هنا يلموهم يعني. فدايما بيبقى فيه اسباب خفيه، انت مش هتعرف توصل لكل الاسباب دي، ولكن على الاقل ذاكر واعمل الهوم ورك بتاعك وخد بالاسباب وتعلم من التجارب اللي فاتت وتوكل على الله. لان طبعا احنا في مجال مستحيل تقدر تضمن المكسب 100%، ولكن انت زي ما قلت لك ان اول قاعده في الاستثمار هو الا تخسر. ما تخسرش، حاول ما تخسرش. على كده اول ما بتبني مكسب ده حاجه كويسه، حتى لو بتكسب باقل من معدل السوق مفيش مشكله برضه. المهم انك ما بتخسرش وبتكسب، والدنيا ماشيه وهتكسب اكتر واكتر في الوقت اللي بعديه. المهم عملت جروب على التليجرام، وكان معظمه من الاطباء اللي عايزين يتعلموا البورصه، واديت بقى الكورسين المحاضرتين اللي انا بقول لكم ان هم على القناه هنا. وكانت المحاضرات دي بيت ساعتها. ودايما انا بسوق لنفسي، او ساعتها بسوق لنفسي من الناس ان انا مش بدي توصيات. انا ما بقولكش اشتري السهم الفلاني بكذا وبيعه بكذا. انا بقول لك شوف السهم ده فيه فرصه معينه، او القطاع ده في فرصه معينه، واقول لك على سعر الدخول المناسب اللي هو منطقي او هو اقل من التقييم العادل للسوق. خش السعر ده كويس، لكن مش هقول لك اخرج امتى. يعني اللي يسالني اقول له اهداف، اقول لك اصل انا ممكن معلش برضه في ناس على السوشيال ميديا هتلاقوها كتير قوي يقول لك السهم ابو 20 لو عدى 21 يروح 22، ولو عدى 22 هيروح 24، ولو عدى 24 هيروح 28، ولو كسر ال 20 هيروح 18، ولو كسر ال 18 هيروح 16. يا سلام. طب وبعدين يا سيدي، طب انا ممكن اديك الاحتمالات دي كل يوم في كل اسهم السوق
واديك شويه قروش كده ان انا عيل بيفهم بقى وانا اللي جبت الديب من ديله. وبص مش قلت لك لو عدى ال 20 يروح 22؟ هو اصلا ممكن في الجلسه الواحده من 20 يروح 26. وهو اصلا عمال اقول لك شفت، لو قلت لك لو كسر ال 22 هيروح 26، لو كسر 26 يروح 28. يا سيدي ماشي. ما هو السهم لو اب ترند هيفضل يحقق مستهدفات صعوديه، ولو هو داون ترند هينزل لتحت. انت الحاجات دي ممكن تستفيد منها في نقط الشراء والبيع لو انت داخل تبني مركز وانت مقتنع اصلا بالسهم. لكن انا كل حاجه هبدا اقول لو راح لو كسر 16 راح 14 اشتري 14، يمكن يروح 16 اروح اشتري 14 يروح نازل بيها 12. طب انا خلصت فلوسي يروح رايح 14، اللي انا الوقت اللي انا دخلت بيه اخرج يا اما مكيت يا اما خسران. طب راح 10، طب راح 5، طب وبعدين يا سيدي؟ انت بتشتري ارقام ولا بتشتري سهم وشركه واتجاه وسوق وناس وميكر ماسك السهم؟ هو فعلا ماشي اب ترند فعلا محترم، زي مثلا الدوليه محاصيل، زي الدوليه اسمده، واحد واخد اب ترند صريح عمال يطلع يجيب لك قمه اعلى وله وقاع اقل، قمه اعلى وقاع اعلى، قمه اعلى وقاع اعلى. ولا واحد اهبل عمال يلطش، عمال يطلع وينزل وياخد غطس تحت زي بتاع فتنس برايم مثلا، عمال يطلع وينزل ويطلع اخر الجلسه يلم ويجي اخر الجلسه يرمي وخبر ما اعرفش فين يطلع فين، يروح رامي الاسهم لغايه 130 و120 واصلا شغال 160. فده ميكر مجنون. انت شايف في فرصه في السهم، والفتنس برايم من الاسهم اللي انا بوصي بيها على فكره، وانا معايا منها جزء كبير في محفظتي. ليه؟ لان شايف ان هو سهم ما خدش فرصته في الطلوع، وهيطلع يعمل مستهدفات كويسه لانه نزل من اماكن كويسه، ولكن هو في حاجه غامضه انا ما اعرفهاش. ممكن يكون في خناقه ما بين الناس وبعضها جوه السهم، او انه ميكر رخم جدا عمال يزهق في الناس لغايه ما يفضي خالص بياع وبعدين يطلع. ممكن ده ممكن ده ممكن، لكن المهم ان انت وانت بتشتري يبقى انت اهم حاجه. انت ممكن ساعات تلاقي كلام ان انا عمال اتكلم ازاي ولازم تشتري سهم قوي وسهم قوي ماليا وليه اتجاه، لكن انا دايما هتكلم على اسهم هتحس ان انا بتكلم على اسهم كويسه ان هي قويه ماليا، واسهم ملهاش اي لازمه، واسهم فاضيه، واسهم انا عارف ان اصحابها لا مؤاخذه حراميه، لكن انا بقول لك برضو السهم ده ممكن يكون كويس. ليه؟ في فرصه مكسب، بس فرصه مكسب دايما فرصه مكسب. اعرف عاليه الخطوره، متوسطه الخطوره، منخفضه الخطوره. تاني حاجه السهم مهما كان، حتى لو ابويا اللي ماسك الميكر بتاعه، مش هحط فيه اكتر من 15%، الا لو هو سهم تقيل جدا بقى وفرصه وانا شايف ان هو يعمل طفره وان هو اندر ريتد وان هو يعني فظيع الفظيع. 20 25% ايام ما كنت مثلا ببص على ابو قير ومنفيس وموبكو ايام ما كانوا بتراب الفلوس. ف دايما تبقى عارف السهم مكانه فين في المحفظه من حيث الخطوره ومن حيث البروفيت المتوقع ومن حيث المخاطره المتوقعه ليه، عشان لما تتعور فيه ما تتعورش قوي. وزي ما قلنا هنشرح الموضوع ده اكتر في موضوع تقسيم المحفظه واداره المخاطر. المهم عدت الايام برضو وحصل لي للاسف مشكله في عيني. كان عندي نزيف في الشبكيه اكتر من مره واتحقنت اكتر من مره، عملت اكتر من عمليه، فللاسف ما قدرتش اتابع الناس واتابع موضوع الكورسات والجروب بتاع التليجرام، ويعتبر خلاص يعني يعتبر اتقفل حتى بعد مرور سنتين من المحاضرات، احتراما بس لان انا كنت مقدمها للناس بشكل مدفوع. خلاص قدمتها بشكل مجاني، وتقريبا انا اصلا مش هقدم اي حاجه تاني بشكل مدفوع. انا اللي هقدر اقوله ان اقدر هعمله هنا فور فري على القناه او في الجروبات اللي انا بكتب فيها. الواحد بيحاول يفيد الناس على قد ما يقدر من الاكسبيرينس او الخبره اللي لمها على مدار السنين اللي فاتت. ناقص بس اقول لكم ان تقريبا وقت الجروب ده كنت انا اللي شجعني للرجوع، كنت انا شايف فرصه فظيعه في السوق وهي البتروكيماويات. ساعتها كان في مستثمرين سعوديين واماراتيين داخلين عمالين يشتروا اجزاء في شركات زي ابو قير وموبكو والشرقيه للدخان واسكندريه حاويات واموكو سيتي كرير، وكان فعلا شكلها فرصه كويسه جدا. ساعتها نوهت على الاسهم دي كلها، كانت باسعار متدنيه جدا. انا فاكر والله ابو قير ده كان ب 20 جنيه، موبكو ده كان ب 150 جنيه. كان موبكو ده ب 150 جنيه وصل 800 جنيه، وبعد كده برضو عمل تقسيمه كده وزياده راس المال وما اعرفش ايه، والدنيا برضو
السعر لغايه ما سعره بقى زي دلوقتي. ابو قير ده عدى ال 107 جنيه و108 جنيه وزع كوبونات. والشرقال الدخان كان ب 16 و13 و14 جنيه. واموك برضو كان اقل من كده. سيدي كرير الحاويات ما شاء الله برضو كان ب 7 جنيه، طلع اربعينات ولا خمسينات الله اعلم بكام دلوقتي. المهم ان كان وقت شراء الاسهم دي من الصناديق السعوديه والاماراتيه كانت فرصه كبيره جدا، وبتقول ان الاسهم دي هتعمل مضاعفات ربحيه قويه جدا جدا جدا. وفعلا الاسهم دي طلعت وعملت مكاسب رهيبه. وان كنت شايفها طبعا دلوقتي في بعض الناس اللي هم كانوا دخلوا في الاسهم دي او الشركات دي خرجوا منها باعوا، وجزء تاني موجود. وهي اسهم قويه، ولكن دلوقتي هي اسهم قويه. انا مش شايف ان هي تعمل طفرات سعريه، ولكنها اسهم قويه طبعا بتوزع كوبونات بطريقه دوريه. ولكن معدلات ان هي تتضاعف في الاسعار لا، انا شايفها اقل كتير من قبل كده. قبل كده كانت لقطه فعلا. بعد كده نوهت على قطاع الادويه الحكوميه، اسهم كانت مرميه سوري يعني في الزباله. منفيس، على النيل، على العربيه، على اسكندريه، على القاهره، 5 شركات بتحقق مكاسب كبيره جدا، لكن محدش شايفها، محدش اصلا بيتداول عليها. وبرضه الاسهم ما شاء الله منفيس والنيل عملوا رالي فظيع، يعني 400 500% ما شاء الله. وكمان اسكندريه والقاهره والعربيه بداوا يتحركوا. والاسهم دي دايما الاداره بتاعتهم واحده، فهتلاقي اذا كان هنا في اكتتاب اعرف ان في اكتتاب هنا، لو في زياده راس مال هنا اعرف ان في زياده راس مال هنا، لو سهم سعره عالي ممكن يقسموه يعملوا كتاب زياده راس مال. فالاسهم دي كلها فيها اي نعم مشيت كويس، مشيت مشوار كويس، ولكن قدامها لسه مشوار وهتكمل. وزي ما احنا شايفين النيل اداء ما شاء الله ولا احسن. منفيس كل ما بينزل بيطلع يعمل هاي اعلى. العربيه يعتبر ما عملش حاجه خالص، وده كان اللي هيوزع سهم قريب اهو لكل سهم ويعمل مضاعفه راس مال، وبعد كده ممكن يعمل اكتتاب. والناس دي مش ماشيين بمنطقيه خالص. يعني النيل عمل اكتتاب وبعد سنه عمل اكتتاب تاني. طب ما تعمل اكتتاب يا عم مره واحده. طب وعندهم حاجه تانية غير منطقيه، ان ساعات ربحيه السهم نفسها تبقى عاليه جدا اكتر من القيمه الاسميه للسهم نفسه. طب ما توزع مجاني يا عم، ويبقى انت كده عملت اكتتاب زيتنا في دقيقنا. يعني بدل ما اديك 10 جنيه واخد ال 10 جنيه، او اديك 5 جنيه واخد ال 5 جنيه، اديك سهم مجاني او نص مجاني واخد الفلوس اللي كنت هديها لك دي اعمل بيها التوسعات. لكن الاكتتاب نفسه بقى سبوبه، انك تعمل اكتتاب وتداول حق الاكتتاب لوحده ويضارب في ده ويضارب في ده وشويه اخبار هنا وشويه اخبار هنا. الميكر نفسه بيسترزق من موضوع الاكتتاب اكتر بكتير من موضوع الاسهم المجانيه او التوزيعات او الكوبون او كده، لان ده خبر بوم طخ يلا لم على اشتري على الاشاعه وبيع على الخبر، او اشتري على الانونسمنت الاولاني وبيع قبل التنفيذ. ولكن الاكتتاب ده ليله، وحق الاكتتاب وحق الاكتتاب التذبذب بتاعه عالي جدا، فممكن يكسب منه كتير. فالميكر دايما بيحب الاكتتاب عن ان هو يعمل اسهم مجانيه. وادي وصلنا لاواخر او 2025 ولا نص 2025، والواحد لسه في السوق المصري والسوق السعودي. السوق السعودي على خفيف زي ما قلنا لانه للاسف مش مشجع خالص. والسوق المصري ادي الواحد فيه بقاله فتره، بقالي 2 أو 3 سنين من ساعه ما قلت ان انا رجعت بالجروب وبموضوع جروب التليجرام والحكيم الاقتصادي وكده، وبقيت ادي توصيات على العلن يعني في السوشيال ميديا الجديده وعلى الجروبات وعلى التليجرام وكده. ولكن في الاول وفي الاخر رزقك مكتوب. هتاخده من الطب، هتاخده من الهندسه، هتاخده من الصيدله، هتاخده من السباكه، هتاخده عامل، هتاخده بتعمل اي حاجه في حياتك، وهتاخده من مصادر تانية، من البورصه، من السوق، استثمار، عندك قرض، حد ورث. فلوسك او رزقك كله مكتوب، ربنا كاتبه لك، ربنا مديك شويه حاجات كده ازاي توسع بيها رزقك وازاي تحافظ عليه. كل جنيه بتكسبه ربنا يسألك عليه، كسبته ازاي وصرفته في ايه، استفدت منه ازاي، علمت نفسك ازاي، اتقيت ربنا ازاي. كل حاجه، اهم حاجه لازم تحط دايما ان ربنا فوقك. وقبل ما تتكلم، قبل ما تقول حاجه انت مش واثق منها، او تقول حاجه بغرض او بدون غرض، اعرف ان ربنا محاسبك عليها ان دلوقتي او بعدين. دي مش اخر حاجه، دي اخر الحكايه لغايه دلوقتي. طول ما ربنا مدينا عمر هنتعلم وهنتكلم وهنقول حاجات هنستفيد منها في اللي جاي، وهنقول لكم برضو خبرات عن الواحد اللي عملها حتى لو كنتش قلتها في الحلقات دي. نقول خبرات برضو استفدناها في الوقت اللي فاتت. بنصحكم ان انتوا تشوفوا الحلقتين بتوع المبادئ الاستثمار، الجزء الاول والجزء الثاني، واللي عنده اي سؤال يكتبه وان شاء الله هجاوب عليه. ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك عشان الموضوع يوصل لاكتر ناس. ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى موضوع تقسيم المحفظه واداره المخاطر،
وبعد كده إدارة الأزمات، وتعمل إيه لما السهم بتاعك ينزل أو يصاب بنزول شديد، إزاي تقدر تتصرف وإزاي تخرج منه بسلام. كده كده ما دام في العمر بقية فللحديث بقية.